بقول لك يا صاحبي، لو بتدور على تجميع اقتصادية سعرها مش مبالغ فيه وتسد معاك مهما كان استخدامك، سواء ألعاب أو مونتاج أو أي شغل تقيل، يبقى الفيديو ده ليك يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايب لك تجميعة اسطورية هتديك اداء ممتاز جدا سواء في العاب او مونتاج، وهتشغل لك اغلبية الالعاب على 2K والترا كمان. وبالمناسبة حابب اوضح اني اخترت مكونات مستعملة للتجميع اللي معانا النهارده دعما لفكرة تقليل شراء القطع الجديدة ومقاطعة الشركات اللي بتدعم الكيان، لانك لما تشتري قطعة جديدة بتفيدهم بشكل مباشر، وده ممكن يساهم بطريقة او باخرى في اذى اخواتك. واكيد انت متفق معايا ان اقل حاجة نقدمها لاخواتنا ان نقطع الشركات الداعمة للعدو. هيجي واحد يقول لي مقاطعة ايه يا عم؟ هو في حد لسه مقاطع اصلا؟ تعالى يا حبيب اخوك اثبت ان المقاطعه مش تفضل منك وانها فرض عليك. فرض؟ وانت بتهزر يا عم؟ طيب خلينا نفتكر الحديث اللي بياكد كلامي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. يعني الجهاد مش بس بالسلاح، الجهاد كمان بالفلوس. فلوسك اللي بتصرفها لها تاثير، ولو بتشتري من شركه بتدعم العدو فانت كده من غير ما تحس بتساعده وبتقويه كمان. فبالله عليك ما تستهونش بالمقاطعه، لانه احنا مش قادرين نعمل حاجه غير الدعاء والمقاطعه. واكيد قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده لازم ندعي لاهلنا واخواتنا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل لغزه نصرا قريبا وامنح اهلها الصبر والثبات. اللهم ارفع عنهم البلاء. وصلى على النبي يا صديقي، وتعالى نشوف مواصفات التجميعه بتاعته النهارده. وهنبدا بالمعالج. في وقت كانت فيه المنافسه مولعه وكل الناس شايفة ان انتل خلاص فقدت الصدارة، فجأة وبلا مقدمات تنزل بالمعالج اللي قلب كل الموازين، وهو الاي 5 12400 اف. مش مجرد معالج، المعالج ده رجع انتل للمنافسة من تاني بعد ما كانت اي ام دي خلاص واكلة السوق. المعالج اللي جمع بين الاداء الكويس والسعر الاقتصادي اللي خلى الكل يعيد حساباته. في تجميعة النهاردة معانا واحد من افضل المعالجات الاقتصادية في 2025 بدون منازع، واللي يعتبر خيار ممتاز لاي حد بيدور على تجميع قوية وبسعر مش عالي. ركز معايا بقى في مواصفات المعالج. المعالج من الاصدار 2022 وبيجي ب 6 كور و12 ثريد وبتردد اساسي 2.5 جيجا هرتز، وبيوصل في التربو ل 4.4 جيجا هرتز، وبيسحب حوالي 65 واط في البار ليميت الاول، وفي التربو على اقصى ضغط بيسحب حوالي 117 واط. طبعا يا صديقي احنا لو شغلنا المعالج تحت اقصى ضغط بالمبرد الهوائي او الستوك كولر بتاع انتل مش هيكون كافي نهائي، والحراره ممكن توصل 80 او 85. بص يا صديقي، المبرد بتاع انتل العادي هيكون كافي في حالتين. اول حاجه لو شغلنا المعالج على البار ليميت الاول اللي هو 65 واط. تاني حاله لو شغلناه على بورده اقتصاديه زي الاتش 610. عشان كده هنجيب مبرد من فانتوم هو الاتش اف 400. يعتبر مبرد اقتصادي محترم جدا بالنسبه لسعره ومواصفاته، ومناسب جدا لل 12400 اف. المروحه بتاعته بتوصل ل 2000 ار بي ام، يعني ضغط الهواء بتاعه كويس. في اختبارات كتير عليه انه بيقدر يتحمل معالجات لحد 120 او 130 واط بدون مشاكل. يعني المعالج اللي معاه النهارده بيسحب 117 واط تحت اقصى ضغط، يعني المبرد ده هيكون اكتر من كافي ليه باذن الله. والحراره ان شاء الله هتكون بين 60 و70 درجه تحت اقصى ضغط بدل 80 او 85 في الفانه بتاعت انتل العاديه. المبرد ده انتشر بشكل كبير جدا في السوق في اخر فتره، وكمان بسعر كويس مقارنه بادائه. يعني لك ان تتخيل ان المعالج ده سعره اقل من 10 دولار. طبعا يا صديقي احنا هنجيب المبرد جديد من غير اي مشاكل، لانه ما لقيتش اي مصدر بيثبت دعم الشركه دي للكيان. والمعالج هيكون استعمال، ولو لقيته مع مستخدم شخصي مع المشتملات يكون افضل كمان. بكده يا صديقي نكون اتكلمنا عن المعالج وكمان المبرد. نيجي بقى للقطعه الثالثه واللي تعتبر من اهم القطع في اي تجميعه، وهي المذر بورد. ومعانا النهارده بورده بي 660. طبعا ممكن حد يسال ليه ما اخترناش بورده اقتصاديه وبسعر اقل زي الاتش 610 ونوفر كمان في الميزانيه ونستثمر الفلوس دي في حاجه تانية. ببساطه يا صاحبي احنا عايزين نطلع كل نقطه اداء من المعالج ونستفيد باقصى قدر من امكانيات المعالج. مع بورده بي 660 هنقدر نوصل لترددات اعلى وناخد دعم افضل للرامات، وكمان هناخد مميزات اضافيه زي دعم البي سي اي اي جين 4 وعدد اكبر من مداخل الام دي 2. تعال اكلمك عن مواصفات البورده. البورده بتدعم 3 اجيال من انتل، الجيل 12 وال13 وال14، وبتدعم رامات دي دي ار 4 بسرعه 3200، وبتدعم رامات دي دي ار 5 بسرعه 4800 ميجا هرتز. وطبعا على حسب نسخه البورده، لانه في بوردات بتدعم دي دي ار 4 بس. بالنسبه بقى لنسخه البورده اللي نشتريها وتكون كويسه ودوائر الطاقه بتاعتها كويسه، ممكن نجيب الجيجا بايت اللي هي الدي اس 3 اتش. هي مش الافضل لكن هي كويسه مقابل سعرها. وحابب اقول لك نقطه مهمه قبل ما تشتري: خليك في النسخ اللي فيها دي دي ار 4، عشان رامات دي دي ار 5 دلوقتي غاليه بدون فايده قويه. وابعد عن اي نسخه بتيجي بدون تبريد والفي ار ام بتاعها مش قوي، لانها هتسخن جامد لو جبت على البورده ديت معالج قوي شويه. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الرامات. وطبعا عشان نضمن اداء كويس ومستقر مع الالعاب والبرامج هنحتاج رامات مناسبه، ومعانا النهارده رامات 16 جيجا بسرعه 3200 ميجا. بص يا صديقي،
احنا مش محتاجين رامات بتنور ولا شغل الار جي بي اللي ملوش لازمه ده، احنا عايزين الاداء العملي اللي يديك افضل قيمه مقابل السعر. وعلشان كده الرامات البسيطه اللي كلنا عارفينها هتكون كافيه وزي الفل. 16 جيجا تعتبر كافيه للجيمنج حاليا ومناسبه لكل الالعاب والبرامج اليوميه بدون مشاكل. لكن لو شغلك تقيل او بتحب تفتح برامج كتير مع بعض او بتمنتج فيديوهات، فانصحك من دلوقتي تروح ل 32 جيجا عشان تبقى مرتاح اكتر قدام. ونروح دلوقتي لجزء مهم جدا واساسي في اي تجميعه، وهو التخزين. وطبعا مش منطقي نعمل تجميع محترمه ونسيب نقطه التخزين، عشان كده قررت امشي بنظام كويس. هنجيب هارد عادي للداتا بتاعتنا واس اس دي للنظام والبرامج. هنجيب هارد اتش دي دي 1 تيرا للتخزين الاساسي زي الالعاب والبرامج الكبيره والملفات التقيله، ومعاه اس اس دي ام دي 2 256 جيجا عشان النظام والبرامج الاساسيه. هيفرق معانا جدا في سرعه فتح الجهاز وكمان سرعه استجابه البرامج والتنقل بين الملفات. الواحد تيرا هتكون كافيه لكل ملفاتك والعابك اللي مش محتاجين سرعات عاليه، وبالطريقه دي هنجمع بين السرعه الكويسه والمساحه وبدون ما نكسر الميزانيه. دلوقتي وصلنا لجزء مهم جدا في اي تجميعه، وهو الكيسه والباور. معانا النهارده اختيار ممتاز جدا وعملي جدا، وهو زيجماتيك سكاي 2 مع باور سبلاي 600 واط. الكيسه بتقدم لك تصميم شيك وتهويه محترمه ومساحه كويسه لتركيب القطع براحتك، خصوصا لو معاك كروت شاشه كبيره او تبريد هوائي محترم. كمان بتيجي باربع مراوح ار جي بي، وده هيساعدنا نوفر تهويه ممتازه لجهازنا من غير ما نحتاج نشتري مراوح زياده. اما بالنسبه للباور فمعانا باور 600 واط كافي للتجميع اللي معانا، وخاصه الكارت اللي هنتكلم عنه بعد شويه. باختصار يا صديقي، الكومبو ده يعتبر صفقه ممتازه لما تبص على اللي بيقدمه بالنسبه لسعره. ونوصل بقى القطعه بتفرق معانا في اي تجميع جيمنج، وهي كارت الشاشه. ومعانا النهارده وحش الفئه الاقتصاديه من اي ام دي، الكارت اللي قلب الفئه ديت في الفتره الاخيره. هو الاركس 7 608 جيجا. كارت الشاشه بيقدم لك اداء قوي جدا مقابل سعره، وبيخليك تقدر تلعب احدث الالعاب بجوده عاليه وفريمات ممتازه. الكارت بيدعم تقنيات حديثه كتير جدا زي الاف اس ار اللي بتخليك تزود الفريمات بدون خساره كبيره في جوده الصوره. باختصار يا صديقي، الكارت ده يعتبر واحد من افضل الاختيارات لاي حد بيدور على اداء قوي في الالعاب بدون ما يكسر ميزانيته. وهتلعب 1080 و2K مرتاح باعدادات كويسه. لو عايز اداء افضل في المونتاج والستريمنج والشغل عموما، روح لكارت الار تي اكس 4060 هيديك اداء افضل في الشغل، لكن ال 7600 هيديك اداء افضل في الجيمنج. تعالى بقى اكلمك عن مواصفات ال 7600. الكارت نزل في 2023 وشغال على معماريه ار دي ال 3، وبيجي ب 8 جيجا في رام جي دي دار 6، وبيسحب حوالي 165 واط. يعني الباور اللي معانا هيكون كافي جدا ان شاء الله. الكارت هيشغل لك كل الالعاب على 1080 باعدادات الترا مستريح، وفي جوده ال 2K هيديك اداء ممتاز برضه. بس لو في لعبه تقيله زي سايبر بانك مثلا ممكن تحتاج تقلل الاعدادات شويه. من مميزات الكارت هو سعره كويس ومنافس، وبيدعم تقنيات اي ام دي الحديثه زي الاف اس ار 3 اللي بتحسن الفريمات بشكل ملحوظ، واستهلاك الطاقه بتاعه معقول مش عالي زي الجيل اللي فات. الكارت بيجي باي في 1 انكودر، يعني هيكون ممتاز برضه للناس اللي بتسجل او بتبث محتوى. بس زي ما قلت لك مش هيكون بنفس كفاءه كروت انفيديا. بص من الاخر يا صديقي، كروت انفيديا من ناحيه التقنيات والشغل التقيل وكمان السوفت وير الكويس فهي مكتسحه. الكارت بيدعم تقنيه تتبع الاشعه بس مش زي كروت انفيديا برضه. تعالى بقى يا صديقي نشوف اختبار العاب للتجميعه، وبعدين نتكلم عن افضل التطويرات اللي ممكن تعملها في تجميع زي دي. تعالى بقى يا صاحبي اكلمك عن افضل التطويرات اللي تقدر تعملها في التجميعه دي. التجميعه اللي معانا النهارده اداها كويس جدا، بس برضه مفيش مانع نتكلم على شويه تطويرات ممكن تعملها في المستقبل عشان تطلع باعلى اداء. اولا يا صديقي تطوير الرامات. لو انت شغلك مش العاب بس وفي مونتاج وتصميم وبرامج تقيله عموما، تحديث الرامات ل 32 جيجا 2 في 16 اول خطوه لازم تعملها. ثانيا تطوير التخزين، خصوصا لو عندك داتا كبيره شويه او محتاج سرعات اعلى. الاس اس دي 256 كويسه كبدايه، لكن في المستقبل لازم تطوره. ممكن تجيب اس اس دي 500 جيجا مثلا او 1 تيرا، وده هيخليك تحمل العاب اكتر وتثبت البرامج بتاعتك بدون قلق من المساحه. ثالثا بقى كارت الشاشه، ودي نقطه اختياريه على حسب استخدامك. كارت ال 7600 كويس على 1080 وكمان 2K، بس لو عايز تلعب العاب 2K باعدادات عاليه او حتى عايز تلعب 4K يبقى فكر في تطوير الكارت. ممكن تجيب كروت زي الار اكس 7 700 اكس تي او الار تي اكس 4070. رابعا بقى يا صاحبي وهي تطوير المعالج، ودي نقطه اختياريه برضو. ال 12400 اف هيكمل معاك سنتين او ثلاثه قدام من غير ما تحتاج تغيره باذن الله. بس مستقبلا لو لقيت نفسك محتاج معالج اعلى
وخاصة لو هتجيب كروت جديدة ممكن تطور المعالج لمعالج زي الاي 7 13700 اف. تعال اقول لك خلاصة التطوير بطريقة مبسطة. اولا تطوير الرامات ل 32 جيجا ده تطوير لازم تعمله. ثانيا التخزين تجيب مساحة اكبر وده برضه تطوير لازم تعمله. ثالثا الباور تطوره ل 750 واط جولد لو جبت كارت قوي بيسحب طاقة كتير. رابعا تطوير كارت الشاشة وده على حسب استخدامك. خامسا المعالج لو احتجت معالج قوي في الحالة دي تطوره. ونيجي للنقطة اللي الكل مستنيها وهي سعر التجميعة. التجميعة دي يا صديقي سعرها في سوق المستعمل من اول 500 دولار لغاية 550 دولار، حوالي 25000 لغاية 28000 او 2000 ل 2100 ريال سعودي، عشان عندنا متابعين كتير من السعودية الحمد لله. وفي النهاية يا صديقي التجميعة اللي عرضناها النهاردة هي خيار ممتاز لو كنت عايز جهاز قوي وبسعر معقول. وبفضل الله تجميعة النهاردة كلها متوازنة ومتناسقة، سواء المعالج او كارت الشاشة او البوردة والرامات. في نفس الوقت في مجال للتطوير كويس عشان لو حبيت تاخد اداء اعلى في الالعاب والشغل التقيل. لو عجبتك التجميعة او عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك باذن الله. ما تنساش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اخوكم محمود ابو خطيب، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام.